تخيل تدخل تعمل عملية بسيطة وتخرج منها من غير وعي ومن غير أعضاء. كابوس حقيقي جوه غرفة العمليات. الفيلم ده غير قوانين فعلا عشان يوقف الجريمة اللي كانت بتحصل تحت تأثير البنج. أنا حسام حامد مخرج، وهنتكلم عن السينما لما غيرت الواقع. ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تشوف باقي الحلقات. فيلم كوما بيتكلم عن دكتورة اسمها سوزان بتشتغل في مستشفى محترمة جدا في بوسطن. بتبدأ تشك لما صاحبتها تدخل تعمل عملية بسيطة جدا وتطلع منها في غيبوبة. ودي مش الحالة الوحيدة، دي حالات كتير. دايما نفس غرفة العمليات، ودايما نفس الفريق ونفس المصير، غيبوبة بدون تفسير طبي مقنع. سوزان بدأت تدور، كل ما تقرب من الحقيقة الخطر يزيد. بتوصل في رحلتها لمكان اسمه معهد جيفرسون، مؤسسة طبية شكلها متطور جدا، مبنى أبيض ناصع نظيف فيه أحدث الأجهزة، لكن جوه في جحيم. المكان ده بيستقبل الحالات اللي دخلت في غيبوبة، لكن زي ما قلنا الغيبوبة دي مش طبيعية، طلعت معمولة عن عمد باستخدام غاز اسمه أول أكسيد الكربون، مادة بتمنع الأكسجين يوصل للمخ فتوقف الوعي، بس بتسيب الجسم شغال. يعني المريض بيبقى عايش لكنه نايم للأبد. وده بيخلي المستشفى تقدر تبيع أعضائه قطعة ورا قطعة، كلى، كبد، قلب، كل حاجة قابلة للبيع. تجارة أعضاء بشرية بتدار جوه مستشفى مفروض إنها بتنقذ الناس. الفيلم اتصور بطريقة علمية جدا لدرجة إن الناس بدأت تتساءل، هو ده ممكن يحصل بجد؟ والإجابة كانت ممكن. وده خلى الفيلم يخبط في دماغ كل مشاهد. ايه اللي حصل لما الفيلم ده اتعرض؟ الناس خرجت من السينما مرعوبة، آلاف بدأوا يلغوا عملياتهم الجراحية، المرضى بقى عندهم وسواس من البنج، والصحف بدأت تنشر قصص حقيقية عن ناس كان عندهم نفس الشك. تأثير الفيلم وصل للكونجرس الأمريكي، بدأت جلسات مناقشة علنية عن التخدير، وتم اقتراح قوانين جديدة لمراقبة غرف العمليات. اتحطت رقابة أكتر على مراكز زراعة الأعضاء. وده كله بدأ من فيلم واحد بس ايه اللي زود الرعب أكتر؟ إن كاتب الرواية الأصلية روبن كوك كان دكتور حقيقي وشاف بعينه حاجات مرعبة جوه النظام الصحي، وقرر يفضحها برواية، ومن بعدها كرس حياته لكتابة روايات تكشف الجانب المظلم من الطب. فيلم كوما خلى بلد كاملة تعيد تفكيرها في كلمة أمان، كشف للناس إن الخطر دايما مش بيجي من الشارع، ممكن يجي من جوه أوضة العمليات. فاكر إنك بتتسلى وإنت بتشوف فيلم، بس يمكن الحقيقة كانت بتتقدم لك جوه السينما وإنت بتاكل فشار. سيب لي رأيك في كومنت واستناني في حلقة جديدة.